بداية كلامي مش هقول ازيكم ولا عاملين ايه، لان اكيد كلنا مش احسن حاجة. مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل وكفى بها. انا ملقتش اي فيديو فجبت اي حاجة احطها، لان انتوا عارفين انه مش بظهر بوشي، علشان عايزة اقول الكلمتين دول. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيعمل عكسهم. بجد يعني اقل حاجة في حسبي الله ونعم الوكيل وربنا ينتقم منه. احنا عارفين ان احنا خلاص في الصيف واجازة ودنيا ومصايف، رغم ان احنا مش محتاجين كنا للاجازة ولا الصيف ولا الدنيا والمصايف. وشايفة الناس كأن شيء لم يكن، كأن مفيش اخوات لينا بيتبادوا، كأن مفيش اخوات لينا بيموتوا متفحمين بيفحموهم في خيامهم وهم لا حول ليهم ولا قوة. وتنزلي في الشارع او ننزل في الشارع ناس اقسم بالله يعني ما عندهاش ضمير ولا ذمة ولا دم. ناس عادية، ناس بني ادمين مع الاسف، ان هم قاعدين في محلاتهم وفي برانداتهم ومحدش يقول لي المقاطعة ومش المقاطعة. احنا لا نملك الا الدعاء والمقاطعة، وبالذات ستات البيوت. يعني ست البيوت هي اللي في ايديها الميزانية، هي اللي عارفة المشتريات اللي هي بتجيبها لبيتها. اقل حاجة نقدمها لهم المقاطعة، رغم ان احنا لو عملنا عكس كده وقعدوا تفكروا ان احنا لا وعادي واللي قدامنا لا، احنا هنقسم على عدم مقاطعتنا للناس اللي هي بتدعمهم. احنا هنقسم عليهم. فين الإنسانية؟ فين الرحمة؟ فين الستات اللي هي لا حول ليها ولا قوة، والناس اللي هي عادي والله العظيم ما عندها دم؟ بجد ما عندهاش دم ولا عندها رحمة ولا عندها احساس بغيرها. ده اللي بيموت له ميت والله العظيم. انا خالتي الله يرحمها داخلة في 4-5 سنين، لحد دلوقتي قلبي وجعني على فراقها، اللهم لا اعتراض، والموت علينا حق. خالي ليه الله يرحمه يا رب، ويرحم خالتي ويرحم خالي ويرحم امواتنا في كل مكان. خالي ميت ليه 7 شهور والله العظيم. انا لحد وقتنا هذا رقمه وصورته والفيس بتاعه انا مش مقتنعه. يعني لا، مش مقتنعه، استغفر الله العظيم. مش يعني انا ما اقصدش، لا طبعا انا يعني مؤمنه وقضاء الله وقدر والله اللهم لا اعتراض. بس عارفين في حاجه في مخنا كده مش مستوعبه ان هو مشي. والله داخل في 7 شهور وتمن. انا مش مستوعبه ان، لا انا حاسه يعني اللهم لا اعتراض اللهم لا اعتراض. المخ مش في حته كده، لا، وراضيين بقضاء الله، ويعني واللهم لا اعتراض، بس لا. فما بالك بقى الناس اللي بتتفحم اهاليهم وعيالهم قدام عينيهم؟ في ايه يا بشر؟ في ايه يا بني ادمين؟ في ايه؟ الناس عادي والجو حر والبيبسي والكولا تحس ان الحاجة احلوت بقى في الحر. طب وانتي بتشربي ولا انت بتشرب عشان تبرد على نفسك؟ افتكر الناس بتتفحم، انت مش قادر على العطش وقدامك مليون بديل. في ناس لا حول ليها ولا قوه بتتفحم بسببك. محدش بيقول لي لا وما تبقيش سطحيه، لا والاكاده. يعني والله العظيم ناس حسبي الله ونعم الوكيل. ده في بلوجر كمان بتاخد فلوس وبتعمل لهم دعايه وبتعمل لهم اعلانات عشان دخلت الصيف. ومع الاسف الشديد ان الناس دي يعني المفروض ان هي عرب. يعني انتوا ازاي الناس اللي هي عادي وماشية عادي وفي المحلات والدنيا، كلنا عارفين ان الناس دي مش بتحبنا، والبراندات دي بتكره العرب وبتدعمهم قلبا وقالبا، واحنا اللي بنديهم الفلوس عشان يفحموا ويقتلوا فيهم. شابوه. يعني بجد ايه الجمال ده؟ ايه الجمدان ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ده فين الرأفة؟ فين الدين؟ فين الإنسانية؟ فين أي حاجة في أي حاجة من اللي احنا فيه ده؟ الناس مستهونة بإزازة. يعني ايه انتم مكبرين الموضوع؟ ان انا واقفة بشوف ناس لما حد يقول لها ده مقاطعة، ايه السطحية اللي انتوا فيها دي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي هي مش هاممها واللي هي بتقلل من شأن المقاطعة. قولولي احنا ايه بإيدينا؟ ايه بإيدينا ان احنا نعمله؟ والله الواحد لو بإيديه يحارب يروح يستشهد، ده يعني ده مش هيتأخر ثانية. مش هيتأخر ثانية. دول خواتنا، عيالنا، يعني دول احنا يا جماعة. فين الرحمة؟ فين الإنسانية؟ فين واجب كل ست بيت ان انت تفهمي وتدعمي، تدعمي الموضوع وتفهمي ولادك لا يا حبيبي ما ينفعش لما تلاقي المنتج الفلاني او المنتج انا بشوف محلات والله العظيم، كل المحل كله منتجات المقاطعة، ومحدش يقول لي لا واكل عيشهم مش اكل عيشهم. لا لا، ربنا اللي بيرزق.
ولو الاكل العيش في الوقت اللي احنا فيه على الناس دي، لا ربنا هيرزق من حتة تانية. من ترك شيئا لله بدله الله خيرا منه. وفي مليون بديل، في مليون بديل. ده احنا لو هنموت يا جماعة، ما في ناس بتموت، في ناس مننا بتموت. هما الناس دول مش فين قلوبكم، فين انسانيتكم، فين الرحمة؟ هي مش الناس دي عرب؟ هي الناس دي مش اخواتنا؟ فين؟ عشان ازازة كنز ولا شيبسي ولا اصلا المشروب الفلاني اصلا؟ في إيه يا جماعة؟ هو انتوا الرحمة عندكم زيرو؟ فين؟ وبعدين تدوروا ان ربنا يرحمكم، والله ربنا ما هيرحمكم. الاشكال اللي زي كده اللي عماله تدعم وتعمل اعلانات وبلوجر وناس يعني عشان شويه فلوس، ناس قذره عشان شويه فلوس دعايه ومش عارف ايه لمنتجات، وهم عارفين وحسبي الله. يا جماعه ما تبقوش سطحيين، ما تبقوش راجعين، ربنا ينتقم منكم، مش هقول غير كده. بجد اي حد بيدعم الناس دي وبيدعم منتجاتها ربنا ينتقم منها على اللي احنا شايفينه. احنا قلوبنا موجوعة، والله الواحد ما عارف يرجع لحياته الطبيعية، والله الواحد ما عارف يرجع لحياته الطبيعية، ولا عارف يرجع ان هو يصور زي، ولا عارف يضحك، ولا عارف يعيش. احنا عايشين شبه عايشين كأننا ميتين من القلوب الموجوعة من اللي حاصل واللي شايفينه. وانتوا ناس لا حول ليكم ولا قوة. يا جماعة كل ست بيت تتقي الله عشان ربنا يبارك لها في عيشتها وفي ولادها، وعشان ما تقسمش. اي ست بيت لو كيس ملح شك ان هو 1% مقاطعة، في داهية، في داهية يا جماعة. اقل حاجة نقدمها لاخواتنا اللي بيتفحموا. الصيف داخل واللي تقولك مش عارف ايه وما اقدرش اعيش من، يعني في ناس بتموت حضرتك ولا انت ايه؟ زيرو احساس وزيرو دم. مش هقول غير من كل قلبي، رغم ان انا ما بحبش ادعي على حد، بس اي حد مستهتر في المواضيع دي بالذات حسبي الله ونعم الوكيل على المناظر اللي بنشوفها، واخواتنا وولادنا وشبابنا والناس الكبيرة اللي بتتفحم. وانا عشان خاطر اذا اطفح ازازة كنز ولا مش عارف اجيب شوكولاتة ايه، لا اصلا انا ما اقدرش اعيش من غيره. ربنا يبتليكي، ما تزعلوش مني، عشان انا بجد قلبي واجعني. الناس دي طالعه بتعمل دعايه كمان وبتعمل اعلانات، واصلا بتجهروا بالمعصيه، ما دي معصيه. والله يا جماعه اسالوا في الدين، يعني انا اخر واحده اتكلم في الدين، بس اسالوا في الدين. اللي انتوا بتعملوه ده معصيه، وهتقسموا على اللي انتوا بتعملوه. وكل ست بيت ركزي في ان انت بتشتري ايه وما تشتريش ايه. اقل واجب نقدمه لعيالنا واخواتنا. ومش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. يا جماعه، يا جماعه اللي حاصل مش قليل. ما تخلوش الدنيا تنسيكم اللي حاصل، وان انتوا خلاص اتعودتوا انه خلاص في قتل وفي قصف وفي دمار، فخلاص بقى امر عادي وامر مفيش اي مشكله، والاوضاع بقت عاديه. في ناس بتتفحم واحنا قاعدين نشرب وناكل وعادي. دعائكم، دعائكم لاخواتكم، قدموا لهم اقل حاجه في الدنيا. ان انتوا لو منتج او حاجه، لا بلاش، في غنى عنه. بالله عليكم تخلوا بالكم وتزودوا في المقاطعه، وما تنسوش اخواتنا من دعائكم في كل ثانيه. ربنا ينصرهم، ربنا يصبرهم، ربنا يربط على قلوبهم، ربنا يبدل كل أوجاعهم دي بطمأنينة وراحة بال، ويرجع الأمن والأمان. رغم ان الناس خلاص ما عادش في ناس، يعني هم أبادوهم إبادة جماعية. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا ينصرهم ويعينهم ويقويهم.